السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وبألف خير. نتوما كتشوفوا هاد الفيديو هذا فيديو جديد ووصفة جديدة. حلوة اللوز كتجي خطيرة كيف ما شفتوا. وريتكم هذيك حيت ديجا جربت لا سيكستور ديالها، كتبان لكم معلكة خطيرة وزوينة. كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي زوينة بزاف. نتمنى انها تعجبكم وتتبعوا لي زانغريديون حتى الاخر ان شاء الله. يلا خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا اللوز بودرة تقريبا 1 كيلو ونص. هاد الكيلو ونص حيت محتاجة هاد السبع دختي ان شاء الله. هذاك الشيء باش درت كيلو ونص، اما نتوما تقدروا ديروا رابعة نص كيلو، اي حاجة عندكم تقدروا ديروها. عندي لا مارك اقبال واعرة، جربوها راه غادي تعجبكم. كيف ما كتشوفوا هاد القصريه هذه ما مساعداش صغيره، غادي نقدر نبدلها ندير في شي بانيو باش نخدم على راحتي. عاد نرجع القصريه ان شاء الله. يلا غير خليكم معايا كلشي غادي يتوضح لكم. وهنايا كيف ما كتشوفوا ما كفاتنيش درتها في هذا البانيو هذا، وغادي نزيد عليها المقادير الاخرين. واحد اللوزه بانت ليا هنايا طايحه تما، حيدتها. قلبوه حيت تيكون فيه اللوز داير، تيكون فيه اللوز تيكون مليح فيه اللوز. هنايا كيف ما كتشوفوا عندي جوج زهرة البرتقال، كتعطي واحد النسمة زوينة غير دوك الجوجات المتواجدين عندي. تقدروا ديروا 3، يعني راه تتعطي واحد المذاق زوين. وعندي هنايا واحد ساشية الخميرة حمراء. الا عندكم نتوما رابعة ديال اللوز تقدروا ديروا غير واحد راس عاشق، يعني ماشي بالضرورة ديروا ساشي كاملة. عندي دريت ديال الملحة، غير شوية الملحة وكنخلطو. ومن بعد غادي نزيد قشور الليمون اللي ديجا عسلته، درتو في الفريغو وجبدتو من الفريغو، جبدتو نيشان طحنتو في الهاشوار باش يجينا شويه فرشت، ولكن ما جانيش مفرش، عسلتو بزاف. هانتوما كتزيدوه على هذيك البودره ديال اللوز. هنايا ما بغيتش نسرع لكم في هذا الاول باش تفهموا مزيان الطريقه. هنايا عندي الحليب المركز المحلى. هانتوما حليب المركز المحلى ضروري تجمعوا به. الا ما عندكمش ماشي بالضروره تقدروا ديروا سكر كلاصي، حيت انا غادي ندير ديك العلبه وغادي ندير سكر كلاصي على حساب الحلاوه. وردوا البال مع ديك العلبه الا بغيتو تخدموا بها، حيت راه ضرباتني ليدي. ردوا بها مع البال، الله كتكون ماضيه بزاف. هنايا كيف ما كتشوفوا درت الحليب المركز المحلى. من بعد غادي نجمع شويه بشويه، وغادي البيض 3 البيضات، ماشي 3 البيضات، عندي جوج بياض ديال جوج بيضات وعندي صفار بيضة. وهنايا كنجمعوا العجينه ديالنا بماء ديال الزهر اللي غادي تكون الكاليتي ديالو زوينه، ما يكونش غيمه وصافي. ماء الزهر يكون تكون الكاليتي ديالو زوينه. صافي من بعد هنا غادي نجمعوا العجين، كيجي على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا كتحاولوا انكم تحربلوه وكتشوفوا واش مقاد في هذا في التحربيله ديالو. هانتوما غادي نبدا. عندي هنايا شويه ما زهر كندير في يدي، وكنهز شويه ديال اللوز، كندوز في ابيض ديال البيض اللي درتو مع شويه ماء الزهر، وكندير في اللوز ايفيلي. هانتوما على هذا الشكل هذا كندوز في اللوز ايفيلي. وضروري هذاك داك بيض ديال البيضه ديروا فيه شويه ديال ماء الزهر باش ما كتبقاش عندكم زفوريه البيض. هنا غادي نوريكم الطريقه مفهومه. من بعد غادي نقطع باش ما نطولش عليكم الفيديو يجي طويل بزاف. كتجي على هذا الشكل هذا، كتحطوها في الطاوه. وبالنسبه للطياب ديالها من با واحد 15 دقيقه
ما تعطلوهاش في الفران نهائيا، حيت الا عطلتوها في الفران كتجيكم قاصحه بزاف وما كيبقاش اللوز عطى واحد مذاق زوين. يعني راه غير 15 دقيقه كيتحمر لكم داك اللوز ايفيلي وكتخرجوها صافي. هنايا علاش كندوز يدي في هذاك ماء الزهر باش كيبقى ديك كيبقى عاطينا واحد النسمه زوينه في حلوه اللوز. هو كل ما كترتوه كيجي زوين صراحه، ماء الزهر تيكون زوين في الحلويات خصوصا حلويات ديال اللوز. صافي كنبقاو مستمرين على هاد الطريقه هادي حتى كنساليو الكميه اللي عندنا. بالنسبه لما ديروش هاد الكميه كامله د اللوز راهي حيت مناسبه، اما نتوما تقدروا للدار تقدروا ديروا نص كيلو رابعه ما كاينش الاشكال. وبالنسبه تقدروا انكم تصاوبوا الحلوى على هذيك الطريقه بحال هكا هذه اللي كتشوفوا في الطاوه، وتقدروا ديروها في الفريغو وقت ما بغيتوها تجبدوها طيبوها ما كاينش الاشكال، بالعكس عاد ما كتزيان. المهم 15 دقيقه كنعاود نقولها لكم كتخرجوها. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا خرجت الحلوى، كيف ما شفتوا معايا خرجت الحلوى كنبدا ندير ليها واحد السيرو ديال ناباج والكونفيتير وليمون محكوك كيعطيها واحد اللمعان زوين. هاد المقطع هذا ما عرفتش علاش داز ليا، نورمالمون خص يكون سابق على الاخر ولكن ماشي مشكل. هذا هو السيرو اللي قلت لكم فيه ناباج فيه كونفيتير وفيه ليمون محكوك. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا، كتجي مذاقا وكتجي حتى في شكل خطيره بزاف، كتجي رائعه. جربوها وردوا عليا الخبر، راه سهله كتجي بنينه بزاف. نتمنى هذا الفيديو هذا يكون من الاعجاب ديالكم، مع فيديو اخر جديد ان شاء الله. وما تنساوش لي لايك وما تنساوش الاشتراكات ديالكم ولي كومونتير زوينه. السلام عليكم.